السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا جدا بلقائي بهؤلاء الأبناء الكرام الذين كانوا هم وآباؤهم قبل شهرين فقط لا يعرفون عن الإسلام شيئا، وكانت هذه البقعة الواسعة لا يسجد فيها لله جل وعلا، ولا يقال فيها لا إله إلا الله، وإنما إما لا يعرفون الله مطلقا أو أن يقولون عيسى ابن الله كلمة، حتى أنهم لا يذهبون إلى الكنائس ولا كذا. ولكن بعدما جاءهم النور والضياء على يد المشايخ الفضلاء الأجلاء الذين أشكرهم، أتوا في وسط الجبال، جبال ترفعهم وجبال تحطهم، حتى وصلوا إلى هذه المنطقة النائية. هذه المنطقة ما اسمها؟ مليون؟ نعم. اسمها مليون وفيها مليون تعب فعلا، مليون مشكلة مليون مبروك حتى وصلوا إليها، لكن أقول لهم مليون مبروك ومليون هنيئا لكم. وصلوا إلى هذه المنطقة ليعرضوا عليهم الإسلام، ونحن الآن نقف أمام هذه البيوت التي ترونها بهذه هذه البيوت بهذه البساطة، وهؤلاء جميعا الآن لا يعرفون من الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما زال يريدون من يعلمهم الوضوء، من يعلمهم الصلاة، من يقرئهم الفاتحة، من يقرئهم قل هو الله أحد، حتى يصلوا صلاة حقيقية ويبدأوا يتعلموا الإسلام حلاله وحرامه والعقيدة ونحو ذلك. المطلوب الولد ده عشان يجي، المطلوب ياخد كم كيلو ذرة يا شيخ؟ 5 كيلو ذرة في الشهر، نوفرهم له أكل عشان يجي، وإلا أبوه بياخده يطلعه يشتغل عشان يجيب أكله. 5 كيلو ذرة كم تساوي بالجنيه المصري؟ 10 جنيه شهريا. 10 جنيه شهريا. يعني أنت ممكن تكفل ولد زي هذا. دول كانوا أبناء نصارى، وبعضهم ما زال حتى الآن أبناء أبوه لسه نصراني، فبنديله 10 جنيه شهريا، بنشتروا له بيها، الإخوة بيشتروا بيها 5 كيلو ذرة، بيأكل منهم طول الشهر، في مقابل إن يجينا نعلمه الإسلام، نعلمه التوحيد، ونعلمه الصلاة وكذا. فهل يا أخانا المسلم تستطيع أن تكفل 5 6 10 100؟ فإذا ربما يكون هذا داعية كبيرا في وسط هذه المنطقة، فكل ما صلى وصام لك مثل أجره. فهؤلاء الذين كانوا لا يعرفون عن الإسلام شيئا وقد جاءهم الإسلام، وإخوانكم الذين تعبوا الوصول إلى هنا بأجسامهم وعلمهم جزاهم الله خيرا، أنت في بلدك تتعب فقط بكفالة 1 أو 2 أو 3، الواحد كفالته 10 جنيه. تستطيع أن توصل هذه الكفالة إلى مؤسسة الحويني وتقول هذا كفالة أطفال دولة ملاوي، هذا كفالة أطفال دولة ملاوي، أو توصلها إلى مؤسسة تنمية مصر إفريقيا الأستاذ خالد عبد الستار حفظه الله. فهاتين المؤسستين متعاونتان جدا في كفالة هؤلاء في كل قرية من قرى الملاوي، ودخلوا الآن حوالي 22 قرية أسلموا بفضل الله عز وجل، وما زال أمامهم مئات القرى محتاجة إلى أن يصيروا إلى هذا المنظر الجميل الرائع. الإسلام يضفي عليهم نورا، يضفي عليهم شعاع، يضفي عليهم إيمانا. فأنت أخي الكريم حينما تدخل السعادة والسرور على هؤلاء فإن الله عز وجل يسعدك في الدنيا والآخرة، لا تبخل بشيء إن شاء الله. هذه المنطقة أيضا محتاجة إلى بئر إخواني، محتاجة إلى بئر لكي يشربوا منه الماء، لأن الماء هنا في الآبار. وهم عندهم بئر يقفون عليه طوابير، لأنها قرية مترامية الأطراف، فإذا أرادوا كل يوم يأخذ له جركن مية يتوضأ منه ويشرب منه وكذا. فإذا أراد أن يقف لكي يتوضأ كل صلاة 5 صلوات، يقف لكي يتوضأ من صلاة الظهر، إذا أذن الظهر وقف لكي يتوضأ، يقعد ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، قد يدخل العصر ولم يأتيه نوبته لأنه في الطابور يريد أن يتوضأ. فهل أنت تستطيع أن توفر له بئرا؟ البئر بيحفر هنا ب$5000، يسقي هذه القرية وما حولها بفضل الله، يسقي هذه القرية وأبنائها بفضل الله ويتوضؤون. كل من توضأ من هذا البئر لك مثل أجره، كل من صلى لك مثل أجره، كل من صام، كل من شرب منه لك مثل أجره. فمن يا ترى من المسلمين يتبرع ببئر $5000؟ انفق بأي شيء. أنا أقول للفقراء انفقوا، اكفل لك يتيما، اكفل لك 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو ما شئت، ابني بئرا هنا أو بئرا في قرية أخرى، قرية كلها تكون نصرانية. إذا حفر المسلم فيها بئرا هدية من إخوانكم المسلمين، فإن أهل القرية النصارى يدخلون في الإسلام جملة.
لأن الكنائس بتأتي تحفر بئرا وتكتب عليه ممنوع الشرب إلا للنصارى، تتنصر تشرب، وإلا فلا، لو كنت مسلما تحرم منه. فذهب إخواننا وحفروا بئرا في قرية وكان بعضها مسلمون وبعضها نصارى، فجاء بعض النصارى: أتسمحون لنا أن نشرب مرة في اليوم؟ قالوا: لا نمنعكم تشربوا طوال اليوم، هذا البئر حفرناه لكل أهل القرية مسلميهم ونصارى. فتعجبوا جدا وقالوا: يعني لن تمنعوننا من الشرب منه؟ قالوا: نعم. فأسلموا جميعا عن بكرة أبيهم، لأنهم رأوا أخلاق الإسلام وإحسان الإسلام ورأفة الإسلام. فماذا أنت صانع وماذا أنت ستقدم؟ أظن أنك قد وقفت على الواقع بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير! تكبير! الله أكبر! لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله.